6 حاجات لو بطلتي تهتمي بيهم حياتك هتبقى احسن والذ بكتير. بطلي تهتمي بالناس اللي ما بتهتمش بيكي. يعني ما تبقيش انسان متعجرف او جاف في المشاعر، لكن في نفس الوقت بطلي تهتمي بالبني ادمين ايا كان هم مين اللي مش بيبادلوكي نفس الاهتمام. ليه يا ست الكل؟ عشان حضرتك لما بتهتمي بحد بتتوقعي ان هو هيهتموا بيكي زي ما انت بتهتمي بيهم، فلما ده ما بيحصلش بيحصل عندك ضغط نفسي، وبيحصل عندك يأس من البني آدم اللي معاكي، وبيحصل عندك ديبريشن، يعني نفسيتك بتتعب. نمرة 2، بطلي تهتمي بالناس التوكسيك تحت مسمى القرب، الحب، الصداقة. من هم الناس التوكسيك يا رضوى؟ من هم الناس السامة في حياتي؟ الناس الشكاية، الناس اللي ما بتحمدش ربنا، الناس اللي ما بترضيش، الناس اللي طول الوقت عندها طاقة سلبية. ما تعرفهمش تقلي شوية عشان النفس يا ماما، النفس واحد محتاج متنفس، محتاج ناس سعيدة. نمرة 3، العمر. بطلي تهتمي بالعمر، بطلي تقولي أنا بقى عندي 40 سنة فكبرت قوي على الكلام ده، انا بقى عندي 50 سنة فمش هشتغل من الاول، انا بقى عندي 35 سنة فقطر الجواز فاتني، انا بقى عندي 40 سنة. بطلي تهتمي بالعمر، عشان العمر في الاول في الاخر مجرد رقم في البطاقة. العمر هنا، العمر عمر القلب والروح. رابع حاجة من اخطائك او المفروض انه انت تهتمي، بطلي تهتمي باخطائك بتاعت زمان. انا اتخطبت 6 مرات، انا عملت مصيبة في حياتي، انا من عشان عرفت فلان الفلاني فهيتقال عليا ان انا بنت مش كويسة، عشان غلطت. مش مهم، اتعلمي من اخطائك بس ما تهتميش بيها. 5 حاجة، معايير الجمال والمصيبة السوداء اللي عملتها السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. البنت المفروض تبقى رفيعة وقمر، طويلة، عينيها خضرة أو بني، شعرها طويل وناعم، المفروض تبقى لون بشرتها شكله عامل ازاي؟ اسمر، عشان السمار نص الجمال، زي ترتانه. حلو ان انت تشتغلي على نفسك، وحلو ان انت تطوري من نفسك لنفسك، لكن معايير ومقاييس الجمال بتاعه السوشيال ميديا او بتاعه وسائل التواصل الاجتماعي او رضوى الشربيني او غيرها من الفنانات او المودلز او البلوجرز او اي مكان، كل ده مش مهم. تعرفي توضحي تفاصيل جمالك وتبرزيها، فلو عيونك حلوه تعرفي تشتغلي عليها، لو شعرك حلو تعرفي تشتغلي عليه، لو جسمك حلو تعرفي تشتغلي عليه. حاجه واخر حاجه، دي حاجه مهمه جدا 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 جدا، هو راي الناس فيا. مش مهم خالص راي الناس فيا، في داهيه راي الناس فيا. طول ما انا راضيه ضميري كبني ادم، ضميري الانساني كواحده ست محافظه على نفسها، واخده بالها من نفسها، من سمعتها، من شرفها، من حياتها، ومن الناس المحيطين بيها، وماشيه على اصولي اللي انا حطيتها لي، وماشيه على معايير اللي انا اتربيت عليها، وراضيه ضميري قدام ربنا سبحانه وتعالى، في 60 ده راي الناس.